وبركاته مره ثانيه من قناه كونفاي. معاكم محمد رضا. ان شاء الله النهارده هنتكلم على فرصه محترمه جدا بعيدا عن قطاع البنوك. الفرصه مالهاش علاقه خالص بالبانكينج سيكتور. من اول ما عملنا الشانل مركزين على القطاع المصرفي، البنوك، بنك مصر، بنك كذا بنك كذا. لا، النهارده هنتكلم على فرصه محترمه، هي ان شاء الله هتكون في مطار القاهره. تفاصيلها ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديو ده، وايه الكواليفيكيشنز اللي لازم توفر فيك عشان تقدر تقدم لها، وايه كل حاجه يعني سواء بنفيت هنستفاد بيها الفرصه دي بتوفرها هنتكلم عليها، وليه الفرصه محترمه. تمام. زي ما قلت لكم احنا اول عملنا التشانل بنتكلم عن البانكينج سيكتور، ازاي نقدم لبنك كذا، ازاي ندخل بنك كذا، ازاي نعدي انترفيوهات، ازاي نعمل امتحانات هنا. لا، هنا النهارده هنتكلم على فرصه محترمه قوي في مطار القاهره براتب محترم، بيئه عمل احترافيه جدا جدا جدا، تتعلم فيها سكيلز كتير تفرق معاك في شركات واماكن تانية، وهتاخد خبره هناك محترمه قوي ومعترف بيها في اي مكان. نتكلم الاول على الكواليفيكيشنز بتاعها. انا ايه المطلوب مني عشان اقدر اقدم للوظيفه دي او اكون سيتابل للوظيفه دي، انا اكون مناسب ليها ازاي. اللي خلاها مميزه او اللي خلاني عايز اعمل لها فيديو ان هي كويسه جدا جدا ومناسبه جدا لمين؟ للفريش جريد، لحديثي التخرج. حديث التخرج ينفع يقدموا للوظيفه دي، يعني هيكون مرحب بيهم جدا وهتكون فرصتهم عاليه جدا. حلو. طب هل لو انا اكسبيرينس مثلا من 3 ل5 سنين اكسبيرينس، هل انا ما ينفعش اقدم؟ لا، انت مرحب بيك جدا جدا جدا. هي مش فرصه واحده، هم فرصتين، وان شاء الله هنتكلم على تفاصيلهم في الفيديو ده وازاي نقدم ليهم، وكل حاجه ان شاء الله هنتكلم فيها. تمام. بصفه عامه نتكلم الاول على الوظيفتين وبعد كده نتكلم على المميزات. اتفقنا ان العمل هيكون ان شاء الله في مطار القاهره. هما 2 بوزيشن. اول حاجه سيلز اسوشيت، تاني حاجه هتبقى اكاونتنت، محاسب. حلو. هنتكلم على كل واحده بالتفصيل ونتكلم مميزات كل واحده. كفريش جراد، ايه اللي مناسب اكتر او ايه اللي فرصتي فيه اعلى؟ هنا في المبيعات. انا طبعا الشركه اسمها ايه؟ دي شركه شرهوب، واحده من اكبر الريتيل في العالم، سواء برفانات سواء سيفونيرز سواء اي حاجه، وبيكون الشغل في السوق الحره ديوتي فري في القاهره، في مطار القاهره. فالفكره هنا انا لو اشتغلت سيلز اسوشيت هناك في البوزيشن دي في المطار القاهره، انا بسم الله كده السالري محترم قوي. والفكره في السالري واللي بيميزه اللي هو بالدولار. تواصلت مع اتش ار هناك صديقي، عرفت هو بالدولار كام بالظبط. لا، مش هنقدر نقول، بس هو بالدولار هارد كرانسي، انت بتقبض بعمله صعبه، انت متخيل. بالاضافه ان طالما انت سيلز يبقى خلاص، انا لو انا سيلز يبقى في كوميشن على كل تارجت انا بجيبه. حلو. يعني انا باخد راتب دولاري بالاضافه لكوميشن دولاري لو انا تارجت. تمام. فكده دي مناسبه جدا. طب انا الكواليفيكيشنز تكون ايه؟ احنا اتفقنا فريش جريد ضن، لو انا حديث تخرج، مؤهل عالي محترم. تمام. مفيش حاجه ثابته بقى، يعني ممكن تجاره انجليش، ممكن بكالوريوس اقتصاد، ممكن سياسه واقتصاد، ممكن اداره اعمال، ممكن اداب، ممكن تربيه. كل ده ممكن نقدم بيه عادي جدا. المهم اللي هو مؤهل عالي. تاني حاجه هنتكلم فيها المايكروسوفت. طبعا احنا بنتكلم على الكواليفيكيشنز اللي هي الفيتشرز لازم تتوفر فيك عشان نقدر نقدم. فريش جراد دان، مايكروسوفت سكيلز بمعنى اصح، وورد، اكسل، باوربوينت، كده دي بيزكس في اي مكان عشان نقدر نشتغل فيه. حلو. ويكون عندي كوميونيكيشن سكيلز محترمه قوي. طب ايه الكوميونيكيشن سكيلز؟ لو معنى صح بعرف اتعامل، بعرف اهندل، بعرف اقنع. تمام. فدي الفيتشرز او الكواليفيكيشنز عشان نقدم في السيلز اسوشيت. حلو. طب بالنسبه للاكاونتنت، محاسب يكون خريجين يفضل تجاره انجلش. حلو. او تجاره عربي عادي مفيش مشكله، تقديرنا يكون محترم. هنا برضو ضمن للفريش جريد نقدر نقدم عادي. حلو. بس بريفير بقى بيفضلوا هنا الاكسبيرينس شويه من اول سنه مثلا، بس هي مش مكتوبه، اصلا من الشروط او من الكونديشنز عشان تقدم. لا، هي عادي احنا ممكن نقدم لها. بس انا كفريش لو انا بدات هنا في سيلز اسوسيت، انا هاخد حاجات كتير وهتعلم حاجات كتير كهندله وكتعامل. طب كاكونتنت انت هتتعلم محاسبه من مدرسه محاسبه محترمه جدا. انت مش داخل مصنع ولا داخل شركه تحت بير سلم، داخل شركه انترناشونال، شركه ليها يعني فروع وبرانشز في العالم كله. تمام. فالفكره هنا انا كاكونتنت
هتعلم اكونتنج جوه في كل حاجه بقى، يعني الاكونت سايكل من اولها لاخرها، الفاينانشال ستيتمنت كلها، كل حاجه انت هتتعلمها جوه باصولها. تمام. وكمان عايز اوضح لكم حاجه، فرصه الاكونت دي، اكونت ان انت تشتغل محاسب في شلهوب زي ما اتفقنا. الفكره هنا ان اصلا كل البوزيشن اللي جوه اللي ماسكها اي حد معاه سيرتيفيكيشن دوليه، سواء بقى السي ام اي، معاه السي بي اي. فان انا هدخل اتعلم من كوادر علميه شبه دي معاهم سي بي اي وسي ام اي وسي اف اي، تخيل انت هتتعلم، يعني هتتعلم حاجات عامله ازاي، تتعلم مع ناس معاهم سيرتيفيكيشن دوليه في شهادات من اهم الشهادات في العالم. فدي بجد فرصه محترمه قوي قوي قوي. زي ما اتفقنا دي الفيتشرز ودول الفرصتين اللي معانا، السيلز اسوسييت والاكونتنت. احنا هنقدم على الاثنين ونسيب بقى على ربنا، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير ليكم كلكم. الفكره معايا ان انا عايز سي في محترم قوي. دي من اهم الحاجات اللي لما بنقدم بتفرق معاهم قوي، عشان هم هناك عندهم شغالين بنظام اسمه ATS. ده معايير دوليه للسي في، لازم تبرز وتبين وتفوكس قوي على كل السكيلز اللي معاك بطريقه صح وبطريقه سرد محترمه. تحتاج سي في ولا حاجه كلمني عادي، ممكن اظبطه لك، مفيش مشكله. بس الفكره معايا في ايه؟ ان السي في ده اهم حاجه بالنسبه لي، عشان ده اللي هيبرز لي كل ده. تمام. طب عايزين نبص على البنفيتس بصفه عامه بقى. انا كمميزات هقدر اخدها من المكان ده ممكن تبقى ايه؟ كمميزات ممكن اقدر اخدها من المكان ده، او الحاجات الكويسه اللي ممكن استفاد بيها ايه؟ احنا اتفقنا في راتب دولاري، حلو. في ايه كمان؟ طيب نذكره حالا. اتفقنا احنا خلاص قلنا الفرصتين ايه هما. طب انا هستفاد ايه؟ اتفقنا السالري بتاعي دولاري، في كوميشن دولاري، حلو جدا. تامين طبي ميديكال في انظف المستشفيات اللي في مصر، تامين طبي محترم قوي، تامين اجتماعي، وتامين الطبي شاملك انت واسرتك، يعني دي حاجات محترمه قوي. تمام. في مواصلات كمان، في ترانسبورتيشن. فالمكان محترم بجد والفرصه محترمه قوي. اتمنى كلنا كفريش جراد نحاول نقدم لها. هسيب اللينك في البايو، وهسيب اللينك في اول كومنت ان شاء الله، وازاي نقدم لها بالتفصيل. بتدخل تسجل البيانات بتاعتك كلها، مفيش مشكله خالص، وترفع السي في. بس زي ما اتفقنا السي في يكون مظبوط. محتاج تظبطه كلمني، هسيب برده رقمه وابعته لي ونظبطه سوا، مفيش مشكله خالص. تمام. واتمنى نستغل الفرصتين دول، عشان المكان ده مش بيفتح كل يوم فرص. تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله لو جه فرص قدامي محترمه باذن الله هنزل لها فيديوز. وما تنساش تدعمنا بلايك حلو واشتراك جميل. وكان معكم محمد رضا من قناه كون فوري.